السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي، والنهاردة هنعمل ترند الكسكسي او الكسكسي السريع. هنعمله النهاردة مع بعض واقول لكم رأيي بكل صراحة، وهل يستاهل اللي احنا نجربه ولا لا. لو اول مرة بتشوفوا القناة اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك للفيديو. وطبعا بقى نخش كده على تفاصيل الكسكسي يا جماعه، مش هقول لكم بقى ضاع عمرنا والحاجات دي. تعالوا نجربه مع بعض واقول رايي بكل صراحه فيه. اول حاجه كده معايا طاسه على النار، والنار تكون هاديه جدا، وننزل بمعلقتين سمنه، ونكون محضرين معانا كوبايه ونص من دقيق البسبوسه او السميد. تمام. يبقى نزلت بمعلقتين سمنه، ومعايا كوبايه ونص من دقيق البسبوسه، وتكون النار هاديه جدا، ونقلب لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعضيها. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. نقلب كويس قوي لحد طبعا ما كل بقى السمنه تغلف معانا الدقيق البسبوسه اللي معانا ده، وكل ده طبعا على نار هاديه زي ما انتوا شايفين كده. دي اول خطوه يا جماعه في الترند. تمام. طبعا قلب الدنيا دلوقتي. بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها دقيق البسبوسه هعاير بيها الميه، يعني كوبايه ونص من دقيق البسبوسه عليهم كوبايه ونص من الميه. طبعا اول ما ضفت الميه ونزلت كده يا جماعه، طبعا عمل زي العجين. هنفضل نقلب بقى، واستعملي كل قوتك لانك هتقلبي شويه كويسين قوي. تمام. هتفضلي تقلبي تقلبي. طبعا انا قلت باظ بقى وهرميه ومش عارفه ايه، بس فعلا كل ما اقلب وكل ما الميه تتبخر الاقيه عمل معايا حبيبات. تمام. طبعا هتقلبي شويه كويسين جدا، ما تمليش وما تقوليش بقى ده باظ وخلاص وهرميه، لا قلبي كويس جدا. هتلاقيه كل ما بتقلبي كل ما الميه تتبخر الكوبايه ونص اللي احنا ضفناهم، هتلاقيه بيعمل معاكي حبيبات زي الكسكسي العادي. ما تخافيش وافضلي قلبي زي ما بقولك. طبعا قلبت شويه محترمين جدا، وكل ده على نار هاديه جدا. احنا مش عايزينه ياخد لون، ولا طبعا لو عليتي النار ممكن يتحرق منك وياخد لون. احنا عايزين النار هاديه، والميه تتبخر براحتها، وكمان تقلبي بكل هدوء زي ما انتوا شايفين كده. كل ما بقلب كل ما بقى ايه، طبعا بيتفرفر معايا كده، وتلاقيه بيعمل الحبيبات بتاعه الكسكسي العادي خالص. تمام. طبعا يا جماعه انا فضلت اقلب لحد فعلا ايدي ما وجعتني من كتر التقليب. شوفي كل ما بتقلبي بقى كل ما بيفرفر معاكي ويعمل الحبيبات اللي احنا بنشوفها في الكسكسي العادي خالص. بس كده. وفعلا يا جماعة، يعني انا خدت منه حاجة بسيطة كده دقتها، فعلا مفيش اختلاف يعني خالص عن الكسكسي العادي. كل ما بنقلب اكتر كل ما بيعمل الحبيبات ويقلب معانا خالص ان هو كسكسي. يعني احنا كده لحد دلوقتي ماشيين مظبوط خالص، مفيش اي اختلاف. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. كل ما بقلب كل ما بيعمل ايه الحبيبات بتاعته العادية خالص. اكتشفت بقى في النهاية يا جماعة ان كل ما المية بتتبخر منه كل ما بيدينا النتيجة دي. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا ماشية معاكم خطوة بخطوة خالص، علشان ايه نوصل بقى نشوف النتيجة هتطلع ايه في الاخر. تمام. طبعا وانا بقى بقلب كده يا جماعة في حتة نزلت كده على البوتاجاز فدقتها، ففعلا مدي على الكسكسي. خلينا بقى نشوف في الاخر كده هو فعلا بقى كسكسي ولا لا. اهو زي ما انتوا شايفين ابتدى يفرفر كده، وابتدى حبيبته تظهر. زي ما انتوا شايفين كسكسي خالص وشكل الكسكسي. اما نشوف بقى طعمه. هنقلب طبعا شوية كويسين جدا، يعني ما تمليش من التقليب. خد وقت كتير جدا وانا بقلب فيه، يعني دخله اكتر من ربع ساعة وانا بقلب كده على النار الهادية دي، علشان طبعا ما ياخدش لون ولا يتحرق وانت بتقلبيه. تمام.
وادي النتيجة يا جماعة، شكله بقى في النهاية فعلا كسكسي، واهو زي الكسكسي اللي بنعمله عادي، مفيش اسرع من كده. كل ما المية بتتبخر منه كل ما بيقلب معانا على الكسكسي خالص. شرط الوحيد بقى انك تقلبي فيه كتير لحد ما تاخدي النتيجة اللي انت شايفاها دي. زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى خلصنا خلاص، وهنشوفه بقى ده كسكسي فعلا ولا لا. لسه هنختبره طبعا وهندوق. طبعا نازل معايا مفرفر، الشكل بتاعه يا جماعة ما يختلفش خالص عن الكسكسي العادي اللي احنا بنعمله، زي ما انا بوريه لكم كده. تمام. هنديله بقى رشة سكر بودرة كده، ولو عندك مكسرات ولا اي حاجة من المكسرات ممكن تضيفي. ما عندكيش خلاص. وتعالوا بقى ندوق يا جماعة ونشوف طعمه كسكسي ولا لا. فعلا فعلا بجد يا جماعة يستاهل التجربة، وما يختلفش خالص عن الكسكسي العادي. يعني تجربة ناجحة 100%، ومفيش أسهل من كده. بجد طعمه في منتهى الجمال. يعني أنا عن رأيي جربوه ومش هتندموا، بس امشوا على الخطوات دي بالظبط، وإن شاء الله هيطلع معاكم ناجح من أول مرة. طعمه بجد يا جماعة 100%. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.